اليوم غادي نعيشوا اجواء استقبال اسود الاطلس في المغرب. هذه هي اللحظات اللي ينتظروها المغاربة كاملين، وصول الأبطال وسط استقبال المغاربة ملكا وشعبا. الاستقبال بدأ من مطار الرباط سلا بحضور جماهير كثيرة من بعد ما المنتخب الوطني فاز بالمركز الرابع عالميا في كأس العالم قطر، وسجل تاريخ جديد في عالم كرة القدم المغربية. لاعبي المنتخب ركبوا حافلة مكشوفة وتساروا شوارع سلا والرباط، استقبلوهم جماهير جات من جل المدن رافعين شعارات وطنية وكلمات تحفيزية للمنتخب الوطني. ومن بعد الاستقبال الشعبي استقبلهم الملك في القصر الملكي العامر بالرباط، احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي بعد أن أصبح أول منتخب عربي وإفريقي وأمازيغي تيبلغ النصف النهائي ديال كأس العالم. الاستقبال كان أيضا بحضور الأمهات ديال اللاعبين. وهذه اخبار